السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله خامس يوم معانا في دوره الكتاكيت. بصوا حبايبي، اللهم بارك. بصوا الكتاكيت معايا نشيطه ازاي وحلوه ما شاء الله، حجمها بدا يزيد. هنوزن مع بعض بس على يوم الاربعاء بمشيئه ربنا، علشان يكونوا كملوا ال8 ايام او ال8 ايام. طيب هنبتدي هنا نسمي الله، وهنحط اخر يوم في المضاد الحيوي اللي هو السنتي. كده احنا بقالنا 4 ايام بنحط مضاد حيوي كل يوم سنتي. وقبليها كنا مستقبلين على معلقه عسل في لتر ميه. دلوقتي احنا حطينا كده لتر سنتي المضاد الحيوي على لتر ميه. وبكره بمشيئه ربنا هنبتدي برفع المناعه. اهم حاجه يا جماعه اول 12 يوم دولت لو استقبلتوا الكتاكيت صح واديتوهم الادويه بتاعتهم صح في اول 12 يوم دولت، هتاخدوا معاكم فرخ حلو وهيرمي معاكم كمان وزن. لكن لو استهونتوا بالعلاج او بالحاجات بتاعتهم ديت، ده اللي هيأثر معاكم بعد كده في وزن الكتكوت. بس حبايبي ما شاء الله اللهم بارك، هم كلهم بيجروا على الحاجه ازاي. حط لهم العلب بتاعهم. العلف اللي احنا كنا حاطينه امبارح هم يا جماعه خلصوه. انا بس فضيت بقيه العلافه اللي كان فيها، بس ايه، مطرح ما بيقفوا على العلافه وبيعملوا فيها حمام، فطبعا دوت بنرميه اخر حبه اللي هم بيبقوا ناعمين قوي كمان مش بياكلوهم. طبعا نضفنا لهم المكان علشان دايما يبقى تحتيهم نضيف، علشان ما يحاولوش ان هم ياكلوا الحمام بتاعهم او حاجه فيتعبوا. وادي العلف بتاعهم اهو يا جماعه. وبكده نكون خلصنا الحلقه بتاعت النهارده مع الكتاكيت. طبعا انا اسفه جدا ان انا ما عملتش حلقه الفراخ امبارح، لان النور عندهم كان فيه قفله وما كنتش عارفه اصور. فانا دلوقتي بعد ما انزل لكم الفيديو ده هنزل لكم فيديو بتاع الكتاكيت بتاعت الفراخ الكبيره. فياريت يا جماعه لو عجبتكم الحلقه بتاعت النهارده فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد.